أهلا بحضراتكم في الموسم الثاني من سلسلة خلونا نتكلم في الشغل. في الموسم الأول من سلسلة خلونا نتكلم في الشغل كنا بنتكلم معاك على إزاي تحصل على وظيفة، وإزاي تجهز نفسك، وإزاي تكتب السيرة الذاتية، وإزاي تتعامل في الانترفيو، وإزاي كمان تتعامل مع مشاكل الشغل البسيطة. في الموسم الثاني من سلسلة خلونا نتكلم في الشغل بناخد الموضوع لمستوى متقدم أكتر، وبنتكلم على علاقاتك في العمل وتقييمك لوضع الشركة وتقييمك لعلاقاتك في الشركة واتخاذك لقرار امتى أتفاوض على الراتب في الوظيفة اللي أنا لسه اللي أنا حاصل عليها اوريدي، أو إزاي أتفاوض على راتب في وظيفة بطمح إن أنا أخدها، وإمتى أخد القرار إن أنا أسيب الشغل أو أكمل في نفس الشركة. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على ازاي تقرر او تحدد وضع شركتك في السوق، وتشوف اذا كانت شركتك بتمر بفترة جيدة او بفترة غير جيدة، الشيء اللي من خلاله ممكن تقرر اذا كنت تستمر في الوظيفة دي ولا لا. النهاردة هنتكلم بقى عن علاقتك بمديرك، وازاي تعرف وتحدد اذا كان مديرك ده يعني ينوي ليك الشر او ناوي يعني يرفدك، او اذا كان مديرك ده ناوي يرقيك او شايفك او شايف لك كارير ديفلوبمنت كويس، او اذا كان مديرك ده شايفك بس على اطار معين اللي هو خاص بالوظيفة اللي انت بتعملها. بس هنبدأ بسؤال حد ممكن يسألنا: طب هو انا يعني مهم قوي وانا بشتغل ان انا افكر في كل الحاجات دي؟ انا بروح الشغل بشتغل من 9 ل 5، بعمل اللي عليا وبقبض اخر الشهر وخلاص. خليني اقول لحضراتكم ان هو ده بالظبط اللي بيفرق الناس اللي بتقدر ان هي في فترات قصيرة في حياتها الوظيفية توصل وتحقق نجاحات وتتقدم في السلم الوظيفي. واحنا هنا بنتكلم طبعا على القطاع الخاص اللي بتحكمه معايير، المفروض معايير خاصة بالكفاءة اكتر منها معايير خاصة بالأقدمية فقط، وان كانت برضو الأقدمية هتكون موجودة في القطاع الخاص. فمعايير الكفاءة ومعايير الإمكانيات الشخصية دي بتختلف من شخص للتاني، وما بتكونش مرتبطة بعدد السنين اللي انت قضيتها في الوظيفة. فبالتالي لو انت هتعمل شغلك بس من 9 ل 5 مش هيكون عندك فرصة ان انت تتقدم في وظيفتك وتتقدم في السلم الوظيفي. لو انت هتعمل وظيفتك بس من 9 ل 5 مش هيكون عندك فرصة ان انت تقدم الشغل حتى اللي انت بتعمله، لانه التجربة قالت وبينت انه اهتمامك باللي بنسميه الورك بوليتكس او الورك انفايرمنت اللي موجودة حواليك لا تقل بحال من الاحوال عن اهتمامك بمقتضيات والجوب ديسكريبشن بتاع الوظيفة اللي انت بتقوم بيها. وناس كتيرة جدا طول عمرها كانت شاطرة جدا في وظيفتها ما نجحتش ان هي تتقدم في السلم الوظيفي وتاخد بوزيشنز يمكن هي كانت احق بيها من ناس تانية. وده ببساطة لانه الناس دي ما ركزتش على ادارة علاقاتها في الشغل، وما بينتش وما قدمتش شغلها بشكل كويس، وما قدمتش المهارات اللي موجودة عندها، وخصوصا مهارات القيادة اللي موجودة عندها بشكل كويس يسمح للإدارة ان هي تشوف الناس دي وتقدر تديها فرصة. فعلشان كده مش مهم بس ان انت تعمل شغلك بإتقان وبشكل كويس وتكون يعني ملم بكل مقتضيات وظيفتك، ولكن كمان مهم ان انت تبص بقى لكل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها في سلسلة خلونا نتكلم في الشغل دي، علشان تساعدك ان انت تحصل على المردود اللي انت تستحقه في مقابل كفاءتك في العمل.